فكان واجبا وإلزاما أن يكون من أعظم شؤون ديننا ألا يتولى أمرنا أحمقا، وألا يتولى أمرنا سفيها، وألا يتولى أمرنا جبارا، وألا يتولى أمرنا ظالما، وألا يتولى أمرنا سارقا. ولهذا كان من السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة في يوم لا ظل إلا ظله أن يكون إماما عادلا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة لمن لم يؤدها بحقها. وما أكثر اليوم الحكام والوزراء، السادة والمستشارين والمسؤولين والرؤساء والوزراء والمدراء ممن لم يؤدوا هذه الأمانة على أكمل وجهها. يؤتى يوم القيامة بالقاضي يتمنى أنه لو لم يحكم بين اثنين في تمرة. يؤتى يوم القيامة بالقاضي يتمنى أنه لو لم يحكم بين اثنين في تمرة واحدة. فكيف بمن يحكم بملايين من الأموال؟ كيف بمن يتحكم بملايين من رقاب الناس، بقوت عيالهم، بأموال أبنائهم، في شوارعهم، في طرقهم، في جامعاتهم، في مدارسهم، في حياتهم، ليس في تمرة واحدة، وإنما يتحكم في رقاب ملايين من البشر. أحبتي، إن مقاصد الشريعة أعطت اهتماما كبيرا، بل إن جل هذا الاهتمام أن يكون الحاكم بيننا عادلا. فلقد ترك الشرع للحاكم عدله، وقد ترك الشرع للشعوب أن تتقي الله. ولكن دعونا اليوم أن نتكلم في هذا المقصد ونحن نرى في وطننا العربي حكومات تذهب وحكومات تأتي، رؤساء يمضون ورؤساء يأتون، حكومات تندثر وتذهب وتمضي، وحكومات تأتي. لكن الواقع في أوطاننا العربي كما هو، الواقع في أوطاننا العربي، في وطننا العربي كما هو. الفقر هو الفقر، حكومات تذهب وحكومات تأتي، الجوع هو الجوع، الفقر المدقع هو الفقر المدقع، البطالة هي البطالة، هموم الناس هي هموم الناس. تعالوا بنا لنرى المشكلة بنا نحن كشعوب أم المشكلة بالحكومات؟ والحكومات في وطننا العربي تتغير، تذهب هذه وتأتي هذه، والحال كما هو، وكأن زيدا لم يغزو. لنرى ولنعلم أن القضية ليست قضية تغيير وجوه، وإنما القضية قضية تغيير قلوب. نحن لسنا بحاجة إلى وجوه تتغير وتأتي، ولكننا بحاجة إلى حاكم يتقي الله، لكننا بحاجة لحاكم يرأف بجوع الغلابة، ويرأف بقوت الناس وبأموالهم وبعيالهم، وأن يرى هموم الناس. ولهذا لما ولى عمر عبد الله ابن خباب ابن ثابت، اسمعوا أيها الأحبة الأكارم ماذا قال عمر. قال: يا عبد الله، ما وليتك لأسلطك على الأموال، ما وليتك لأسلطك على الأموال ولا أسلطك على الرقاب، وإنما وليتك لتقيم العدل بين الناس، وإنما وليتك لتقيم العدل بين الناس. رسالتي في هذه الخطبة لكل حاكم، لكل وزير، لكل مسؤول على وجه الأرض: ما وليتك لأحكمك في الرقاب ولا في الأموال، وإنما لتقيم العدل بين الناس.
فإياك أن تركب فرسا والناس دونك. إلى أصحاب المواكب، إلى أصحاب المواكب التي لا يعرف أولها من آخرها، إلى أصحاب الحراسات المشددة، إلى أصحاب القصور المشيدة: يا عبد الله، إياك أن تركب فرسا والناس دونك، وإياك أن تأكل نقيا والناس دونك، وإياك أن تغلق بابك أمام حوائج الناس. إيه والله، إيه يا ابن الخطاب، إيه يا عمر، أين نحن من هذه الرسائل؟ لا تركب فرسا والناس دونك، ولا تأكل نقيا والناس دونك، ولا تغلق بابك أمام حوائج الناس. بل إن عمرو بن العاص كتب رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يشكو عمرو بن العاص أهل مصر لعمر بن الخطاب. فماذا رد عليه عمر؟ لا محاباة عند الحاكم، لا بطانة، لا أخي، لا ابن عمي، لا ابني، لا 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 لا. هنا نحن نريد أن نرى وأن نعرف أين المرض، ونريد أن نعرف أين الخلل، وأن القضية أبدا ليست قضية وجوه، ولا قضية أجساد ولا أجسام، وإنما والله قضية قلوب تعرف مقام الله، تعلم بأن الله يرى. هل رد عليه عمر ليصطف بجانب عمرو بن العاص ضد أهل مصر؟ لا، قال: يا عمرو بن العاص، لقد بلغني أنك تجلس في مجلسك متكئا. يا عمرو بن العاص، قد بلغني أنك تجلس في مجلسك متكئا، فلا تفعل واجلس كما يجلس الناس. الله أكبر. عمرو بن العاص يأتوه الناس في المجلس فيجلس متكئا. لم يظلم عمرو بن العاص، لم يسرق قوت الناس، لم يكن في حسابه ولا عنده ولا عند أبنائه الملايين، لا 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 لا. وإنما عمرو بن العاص جلس متكئا. فكانت الرسالة من عمر إلى عمرو بن العاص شديدة اللهجة. لا محاباة في ديننا، لا محاباة للولاة، لا محاباة للوزراء، لا محاباة للأمراء، كلهم في ديننا سواء، كلهم في ديننا سواء. ما الذي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ الذي فرق بين الحاكم والمحكوم أن المحكوم عتقت رقبته من أن يسأل يوم القيامة عن رعية، والحاكم سيقف أمام الله ليسأل عن الفقير، ليسأل عن الصغير، ليسأل عن الذكر، ويسأل عن الأنثى، ويسأل عن الناس كلهم الذين كانوا في ظل رعيته. يا عمرو، بلغني أنك تجلس في مجلسك متكئا، فلا تفعل، واجلس كما يجلس الناس. أحبتي، إن التعامل في ديننا بين الحاكم وبين المحكوم أنهم كلهم سواء، كلهم سواء. أنت والحاكم واحد، لا يفرق في ديننا بينك وبين الحاكم شيء. أنت في ديننا، أقصد إن كان الدين في قلوب الحكام. لما؟ لأن الناس اليوم تتهم الدين، لأن الناس اليوم تتهم العقيدة. أيها الناس، افهموا هذا الدين. الدين لا يتعامل بأشخاص، لا يتعامل بألقاب، وإنما الدين يتعامل معه بجملته التي نفهمها نحن، نفهمها نحن. أنا ألبس كما يلبس ابن الحاكم، أنا آكل كما يأكل ابن الحاكم. فإذا أكلت شيئا وأكل الحاكم شيئا آخر وابن الحاكم شيئا آخر، إذن شتان بيني وبينه،
شتان بيني وبينه، وهذا سؤاله يوم القيامة ما أشده وما أصعبه. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه سلة من حلويات، فتناول عمر قطعة منها، فنظر عمر إلى الرجل قال: أخصصتني بهذه السلال أم أنها لكل الناس؟ قال: لا يا عمر، بل خصصتك بها أنت. فقال عمر: خذ سلالك هذه عني، تخصني أنا آكل شيئا لا يأكله الناس، أنا أتذوق شيء لا يتذوقه الناس. قال للرجل: خذ سلالك عني، والله لا حاجة لي في طعام لا يأكله الناس. ما أكل، أنا لا حاجة لي في طعام لا يأكله الناس. بل إن عمر كان في بيت مال المسلمين، وعمر كان كل يوم يكنس بيت مال المسلمين. عمر أمير المؤمنين هو الذي يكنس بيت مال المسلمين. نعم، أيا عمر الفاروق هل لك من عوداء؟ أيا عمر الفاروق هل لك من عوداء؟ يكنس بيت مال المسلمين ولا يدع في بيت المسلمين درهما واحدا. لماذا كان يكنسه؟ لأنه لا يريد أن يجعل ولا أن يتبقى درهما واحدا في بيت مال المسلمين، لا يريد. ثم يقول عمر: والله لا أدعن في بيت مال المسلمين درهما، ما بخلي. لا، أول بأول يأتي المال يذهب إلى الناس، لا، مش على الحساب الشخصي، ولا على حساب الأولاد، ولا على حساب الزوجة، ولا على لا، أول بأول ينظف عمر ويكنس، يخلص دفعة من المال للفقراء ثم يكنس، يخلص دفعة أخرى من الصدقة ثم يكنس بيت مال المسلمين بنفسه بشخصه عمر. بل يوما كان عمر في بيت مال المسلمين مشغول في الصدقات، فجاءه رجل يستدعي عمر على ظالم، يعني يشكو عمر على ظالم. فكان عمر مشغولا، فعاد الكرة: يا عمر، يا أمير المؤمنين، يا عمر. فكان عمر مشغولا في الصدقة، فضرب عمر هذا الرجل بدرته على رأسه، فذهب الرجل حزينا. فندم عمر وقال: ردوا علي الرجل، هاتوا الرجل، ردوا علي الرجل. فجاء الرجل فطأطأ عمر رأسه وأعطاه مخفقته وقال: اضربني واقتص بمظلمتك. هذا من؟ هذا أمير المؤمنين يطأطئ رأسه للرجل يقول: اضربني. فقال الرجل: لا والله لا أفعل يا عمر، ولكنني أتركها ليوم القيامة. تخيل معي رجل يقف أمام أمير المؤمنين، وأمام من؟ أمام عمر، ويقول: يا عمر، أترك مظلمتي هذه لأخذها منك يوم القيامة. هل ستفتح السجون على مصراعيها؟ هل ستجهز لهذا الرجل العصا ليجلد بها؟ هل سيتهم بأنه صاحب أجندة خارجية؟ لا. فظل الرجل عمر مسك بثياب الرجل، عمر يمسك بثياب الرجل ويصرخ ويبكي ويقول: سألتك بالله إلا قد غفرت لي، سألتك بالله يا رجل إلا قد غفرت لي. فما زال عمر ممسكا بثياب الرجل حتى قال
قد غفرت لك يا عمر، قد غفرت لك يا عمر. ثم بكى عمر وقال إيه يا ابن الخطاب، إيه يا عمر، لقد كنت أدل الناس فأعزك الله، وكنت أوضع الناس فرفعك الله، وكنت أضل الناس فهداك الله. فلما جعلك الله على رقاب الناس يأتيك المظلوم يشكو فتضربه على رأسه، ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ إيه يا عمر لو رأيت حالنا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقنا، إيه يا عمر لو رأيت من ذبحنا ليل نهار، إيه يا عمر لو رأيت من خدعونا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقونا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقونا ليلا وحكمونا نهارا. ماذا ستقول، ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ ما زال الحديث عن العدل. يأتي أبو هريرة من البحرين معه 500,000 درهم، وفي ذلك الزمان هذا المبلغ لا يصدق، هذا المبلغ 500,000 لا يصدق. فجاء أبو هريرة من البحرين بهذا المال، قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال مال جئته لك من البحرين. قال يا أبا هريرة أتعرف هذا المال كم؟ عمر مستعجب، قال نعم يا عمر أنا أعرف. قال يا أبا هر، يا أبا هر إنها 500,000. قال نعم. قال عمر أطيب هذا المال يا أبا هريرة؟ أطيب هذا المال يا أبا هريرة؟ قال والله يا أمير المؤمنين لا أعلم عنه إلا طيبا. ماذا صنع عمر؟ وضعه في حسابه الشخصي؟ لا 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 لا. ماذا صنع عمر؟ هل صنع كما يصنع الولاة والأمراء والرؤساء والحكام في زماننا؟ حينما ينهي الواحد منه خدمته ويتقاعد لا تعرف من أين أتى بالمال، حينما يذهب الرجل لا تعرف ولا تستطيع أن تعد المال الذي يملكه. كان قبل أن يكون حاكما أو رئيسا أو وزيرا كان كما الناس، بيته كبيوت الناس، لباسه كلباس الناس، حاله كحال الناس. فلما وضع وحكم على رقاب الناس ما هي إلا سنوات وأنت لا تدري، وأنت لا تدري هل هذا الذي كنت تعرفه قبل سنوات، هذا الذي كان يعيش معنا قبل سنوات، هذا الذي كان لا يجد قوت يومه قبل سنوات، هذا الذي كان لا يستطيع أن يلبس لبسين أو 3 أو أن يشتري مجرد سيارة، أهذا الذي تصار إليه المواكب؟ أهذا الذي يتحكم أو يتحكم في ملايين من الأموال؟ عجبا والله، عجبا والله، في زمان ليس فيه لسان حال إلا من أين لك هذا؟ هذا السؤال الذي يدور في زماننا ولا أحد يستطيع أن يجيب عليه. من أين لك هذا؟ أيها الحاكم من أين لك هذا؟ أيها الوزير من أين لك هذا؟ أيها المسؤول من أين لك هذا؟ إذا أجبت بلسان حال الغير قلت هذا من فضل ربي، هذا فضل ربنا على الشعوب، أنت سرقته. هذا فضل ربنا على الفقراء، أنت سرقت فضل ربنا. ليس هذا من فضل ربك، وإنما فضل ربك على الناس، أنت سرقته وستسأل عنه يوم القيامة. قال يا أبا هر
500,000. المال أمام عمر، أمامه. قال يا أبا هريرة اجمع لي الناس مباشرة، اجمع لي الناس. فجاء الناس من كل حدب ومن كل صوب. فقال عمر أيها الناس إن هذا المال هو لكم. ثم قال عمر والله، قال للناس أيها الناس إن هذا المال مالكم، والله لآكلنه لكم كيلا، والله لآكلنه لكم كيلا، ولئن زاد لأزيدنكم، ولئن أعياني لأحتونه لكم حتوى، والله لا أبقي لكم عندي شيئا. أحبتي، مشكلتنا أننا بحاجة إلى رجل فيه يشبه شعرة من عمر فقط. لا نريد رجلا يشبه عمر، لا نريد رئيسا ولا حاكما يشبه عمر، لكننا نريد حاكما يشبه شعرة من عمر. قال المال معه، يقول أيها الناس، وكان عمر يضحك يومها لأنه عمر سعيد إنه في مال يريد أن يعطيه للناس والناس كلهم. قال والله لآكلنه لكم كيلا، ولئن زاد لأزيدنكم، ولئن أعياني لأحتونه لكم حتوى. يعني إذا تعبت وأنا أعطيكم المال سأرميه لكم هكذا، والله لا أبقي لكم عندي شيئا. سألتكم بالله، وزراؤنا يسمعون هذا؟ حكامنا يقرؤون هذا؟ أشك في ذلك، والله أشك في ذلك. إلى الذين يسرقون ليل نهار. تعرفون عن رجل اسمه عمر بن الخطاب، تعرفون عن صحابي عظيم اسمه عمر بن الخطاب. أحبتي، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يسير في يوم، يقول عثمان كنت أسير في يوم كان التراب فيه كأنه يغلي جمرة، الأرض تغلي جمرة. قال والله لا يقوى أحد أن يضع قدميه على الأرض. قال فأخذت جانبا من الظل، يعني أردت أن أستظل. قال فنظرت فرأيت رجلا يجري وراء إبلين، رجل معمم مغطى الوجه يجري وراء إبلين. فنظرت قلت من هذا الرجل الذي في هذا الحر، الذي لا يستطيع الواحد منا أن يقوى أن يضع قدميه فيه على الأرض، يجري وراء إبلين. قلت رحمك الله من أنت؟ يقول عثمان فكشف عن وجهي فإذا به عمر، إذ به عمر بن الخطاب. قال عثمان يا عمر ماذا تصنع في هذا الحر؟ قال عثمان يا عمر ماذا تصنع في هذا الحر؟ فقال عمر يا عثمان إن إبلين من إبل الصدقة تفلتا، إبلين من إبل الصدقة تفلتا فخشيت أن يضيعا. فقال عثمان يا عمر اجلس في الظل فأجعل عبدا من عبيدي يأتي بالإبلين. فغضب عمر وقال يا عثمان هل عبدك أعبد من عمر؟
هل عبدك أعبد من عمر؟ هل سيسأل الله يوم القيامة عبدك عن مال الناس أم سيسأل عمر؟ يا ابن الخطاب يا عثمان، هل يوم القيامة سيسأل الله عبدك عن مال الناس أم سيسأل عمر؟ فقال عمر: والله لا أذهب إلى الظل حتى أرجعهما. أيا حكامنا أرجعوا مال الناس، أيا وزراء وطننا العربي أرجعوا أموال الفقراء، أيا أيها المسؤولين في أوطاننا أرجعوا حقوق الضعفاء. إبلين من إبل الصدقة قال: والله لا أرجع حتى أرجعهما إلى بيت مال المسلمين. قال عثمان: فأرجعهما عمر. قال: فلما جاء إلى الظل وقع على الأرض من شدة الإعياء. أيا عمر الفاروق، أيا عمر الفاروق، أما لك من عودة؟ سقط على الأرض من شدة الإعياء، من شدة الحر. وقف عمر يوما على المنبر، جمع الناس كلهم، قال: أيها الناس، صعد على المنبر، ظن الناس شيئا مهما، فوقف على المنبر قال: أيها الناس، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير. ونزل عن المنبر. فجاءه الصحابة قالوا: غفر الله لك يا عمر، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ قال: والله إن نفسي البارحة قد أعجبت. يعني عمر نفسه حدثته إنه أنت أمير المؤمنين، وأنت والي الولاء، وأنت الملك، وأنت الرئيس، فأردت أن أدله، أردت أن أدلها. وقف عمر حتى قال له بعض الصحابة: رحمك الله يا عمر، أدللت نفسك. يعني يا عمر أنت وقفت حتى أدللت نفسك أمام رعيتك. قال: لا، أردت أن أدلها فقط. هذا خطاب رئيس دولة، ليس دولة. كل الأمصار، الشام ومصر واليمن والعراق، ما رئيس دولة، ما رئيس دولة، أمير المؤمنين، خليفة الأمصار، خطابه الرئاسي: إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير. اليوم يخرج الرئيس يلقي لك الإنجازات التي ما رأيناها، ساعة وهو يلقي لك الإنجازات الدولة، وما زال الفقير يضحك، والمسكين يضحك، والضعيف يضحك. أي إنجازات؟ أي إنجازات؟ أعظم إنجازاتكم أنكم وردتم أموالكم لأوروبا، أعظم إنجازاتكم أن حساباتكم بلغت مليارات الدولارات. هذا الإنجاز الذي لا بد أن تتحدثوا عنه في زماننا. إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير. أحبتي، أود أن أقول في الختام: لقد تكلمنا من ذي قبل عن سيرة عمر، وأردت اليوم أن أكمل ما تبقى من سيرة عمر، ولم أنتهي بعد، ولم أنتهي بعد. أسير الرجال تنتهي؟ سيرة مثل سيرة عمر تنتهي؟ لا والله لا تنتهي. والذي دفعني أن أكملها في هذا اليوم هو أنني أردت أن أبعثها رسالة لمن ولي علينا،
ولمن سيولى علينا أنه لا خلاص لكم إلا أن تتقوا الله، لا خلاص لكم إلا أن تعرفوا مقام الله. أحبتي، والله إن هذا الموضوع يصيبنا بالشجن، وإن القلب يبكي قبل العين على ما حل بولاة أمرنا وولاة أمورنا في هذا الزمان. جاءوا إلى عمر، وأختم بهذه الرسالة، ورسالتي هذه أوصلوها لكل حاكم، أوصلوها لكل وزير، أوصلوها لكل وال، أوصلوها لكل مسؤول. جاءوا لعمر، لهؤلاء الذين لا تعرف أعداد مواكبهم ولا سياراتهم ولا نستطيع أن نعد أموالهم في البنوك. جاءوا إلى عمر قالوا: يا عمر، نريد أن نكسو الكعبة بالحرير، هل هناك أعظم من أن تكسى الكعبة؟ هل هناك أعظم أيها السارقون أحلامنا في الليل، أيها السارقون أحلام الضعفاء والفقراء، هل هناك أعظم من أن تكسى الكعبة وبالحرير؟ فغضب عمر وقال لهم: بطون المسلمين أولى من أن تكسى الكعبة. في زمان بنينا فيه مساجد بملايين الدولارات ليقف فيها الفقير يدعو الله أن يغنيه. في زمان بنينا فيه مساجد بملايين الدولارات ليقف فيها الفقير يدعو الله أن يغنيه.